السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي الفصل ال18 وقبل الأخير من رواية هازارد، أو يعني الجزء الثاني من رواية ما وراء الظلام. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. واول كومنت معانا من مي عبد الفتاح، بتقول الفصل جميل تسلمي لي قمر، وبتقول كمان ممكن تكون ياسمين في الحمام بس اكيد هازارد مش هيسيبها. والكومنت اللي بعده من ياسو عادل، بتقول تحفه تسلمي لي يا جميله، وبتقول كمان ما اعتقدش هازارد هيسيب ياسمين في حالها، ولازم تكون هي عايزه تتعالج مش بالاجبار. توقعات ممتازة كالعادة دايما يا حلوين. ودلوقتي بعد ما خلصنا الكومنتات نقدر ندخل على الفصل الجديد بتاعنا على طول. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية ان شاء الله، وعشان كمان لما اجي ادخل على رواية جديدة ان شاء الله يجيلكوا اشعارات بيها. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وقفنا في الفصل اللي فات لما دكتور وليد راح جاب حقنة مهدئ، وبعد كده رجع لأوضة ياسمين وفتح الباب بس ما لقاهاش في الأوضة. فضل يدور عليها يمين وشمال برضه ما لقاهاش، فراح ناحية باب الحمام اللي في الأوضة، وقبل ما يخبط على الباب عشان يتأكد إنها جوه سمع صوتها بتتكلم من جوه الحمام. ما كانش مميز هي بتقول إيه، بس كان سامع صوتها زي ما تكون بتكلم حد أو بتكلم نفسها، وكانت بتتكلم بانهيار. وليد خبط على الباب بس ياسمين ما ردتش، وخبط تاني بس المرة دي ردت. حضرتك كويسة؟ أيوه. وليد سكت شوية وهو متردد، بس بعد ثواني ياسمين فتحت الباب وخرجت. حضرتك كويسة؟ ياسمين ردت عليه باستهزاء، انت شايفي؟ وراحت قعدت على السرير. وليد راح قرب منها ووقف قصادها وقال، طب ممكن تاخدي الحقنة دي عشان تهدي؟ ياسمين ضحكت بسخرية وقالت، لا ده انتوا شايفيني مجنونة مجنونة يعني. ابدا يا دكتور ياسمين، وبعدين يعني من امتى احنا كنا بنقول على المرضى بتوعنا مجانين؟ عشان هما بيبقوا فعلا مجانين، ده لفظ بس بنستخدمه عشان ما نجرحش مشاعرهم. قال يعني كده الوضع اختلف لما استخدمنا مصطلح مختلف. انتوا نفسكم بتعاملوني دلوقتي ولا كانكم تعرفوني. اختي وجوزي اكتر اتنين بثق فيهم في حياتي خذلوني وجم رموني هنا زي وانت اهو المفروض زميلي في الشغل وعارف كفاءتي وشطارتي، جاي دلوقتي تديني حقنة مهدئ. وليد كان واقف محتار مش عارف يقول لها ايه. فضل ساكت شوية بس في الآخر هي اتكلمت وقالت، هات يا دكتور الحقنة دي هات. وأخدتها منه وكملت، ويا ريت ما تتعبش نفسك تاني ولا تدخل عليا ولا تخلي حد يجيلي، مش عايز أشوف أي بني آدم تاني. على فكرة يا دكتور ياسمين محدش يعرف بوجودك هنا غيري أنا وندى وعمر وبس. والله تصدق كده ريحتني جدا. ياه ده أنا كنت خايفة من الفضيحة بجد. شكرا جدا ليكم، مش عارفة أشكركم إزاي والله. طيب ممكن تاخد الحقنة عشان تهدي؟ انت شايفني بشد في شعري؟ ما انا بتكلم كويس اهو. هو اي شغل دكاتره عليا وخلاص؟ ما انا خدتها منك عشان اخدها مش هاكلها يعني. وغمضت عينيها وخدت نفس عميق وقالت، ممكن تسيبني لوحدي لو سمحت؟ حاضر. وسابها وليد وخرج. نروح لمكان تاني في غرفة المراقبة. ندى وعمر كانوا واقفين بيتابعوا كل اللي بيحصل لحد ما دكتور وليد خرج من عند ياسمين. ياسمين فضلت ماسكة الحقنة شوية بتبص فيها بتركيز. ندى قالت بخوف، أنا خايفة ما تاخدهاش، خايفة تستعملها في أي حاجة تانية وتأذي نفسها. ما تقلقيش يا ندى، أكيد دكتور وليد عارف نفسه بيعمل إيه، أكيد لو كان شاكك إنها ممكن تأذي نفسها ما كانش هيسيبها لها كده. ما يمكن سابها لها بس عشان ما تنفعلش أكتر. يا حبيبتي ما هي كويسة أهي، استني بس وهي هتاخدها دلوقتي ما تقلقيش. ورجعت ندى تبص في الشاشة تاني. وفي الآخر ياسمين أخدت الحقنة بنفسها وفردت نفسها على السرير وبقى وشها للسقف بس مفتحة عينيها والدموع عمالة تنزل منها بغزارة. ندى اترمت في حضن عمر وفضلت تعيط بانهيار. عمر كان لسه هيشكر بتوع الأمن عشان سمحوا لهم يتفرجوا على الكاميرا اللي في غرفة ياسمين، وكمان عشان وعدوهم إن الموضوع هيفضل سر ومحدش هيعرف بوجودها في المستشفى، ولا حد هيعرف مين اللي في الأوضة دي خالص. وكانوا هيمشوا خلاص بس الباب خبط. بس سمعوا صوت دكتور وليد بره، فعمر شاور لبتاع الأمن يدخله عادي، ففتح له الباب ودخله. أول ما وليد دخل سأل باستغراب، إيه ده انتوا بتعملوا إيه هنا؟
كنا بنطمن على ياسمين بس. وانتوا مش واثقين فيا يعني يا عمر؟ ما انا كنت هحكي لكم كل اللي حصل بالتفصيل. مش مسألة ثقة طبعا يا دكتور وليد، بس كنا عاوزين نشوف حالتها عاملة ازاي. انت عارف الموضوع صعب علينا قد ايه وعلى ندى. وليد بص على ندى لقاها منهارة جدا. انا بقول انت تاخدي اجازة بكرة يا ندى، شكلك تعبانة جدا والوقت اتأخر وانت لازم ترتاحي. لا طبعا، انا لازم اجي اطمن عليها بكرة واجيب لها حتى هدوم معايا. وليد بص لعمر وهز كتافه بمعنى ان مفيش فايدة. عمر قال لندى: طب يلا بقى يا ندى نروح، ياسمين خلاص نامت اهي وطمنا عليها. وليد اتدخل وقال له: صحيح انا كنت جاي اتاكد بس انها خدت الحقنه، فبما انكم شفتوا كل حاجه خدتها ولا ايه؟ الحمد لله خدتها. طب كويس الحمد لله. ندى اتدخلت وسالت وليد: انت اصلا ازاي تسيب لها الحقنه كده؟ افرض كانت اذت نفسها. انا عارف انا بعمل ايه كويس يا ندى، وبعرف افهم اللي قدامي كويس واستنتج ردود افعاله قبل ما يعملها حتى. عمر كان لسه بيتكلم ويقول: شفت يا ندى، قلتلك دكتور وليد شاطر. ندى قطعته وقالت: امال جاي تتاكد ليه انها خدتها لما انت متاكد؟ عادي يعني، شيء طبيعي على فكره، اصلا انا ما بنجمش، انا بتوقع وعايز اتاكد من اللي توقعته. وبعدين يا ندى، ياسمين مش مريضه نفسيه ومش تعبانه ولا حاجه، هي واعيه وعارفه نفسها بتقول ايه وبتعمل ايه. هي بس جالها حاله انهيار كرد فعل اللي عملتوه معاها، ودي حاجه ما تخليش اي بني ادم في الدنيا يفكر يأذي نفسه او ينتحر يعني. وبعدين انا كنت جاي اتاكد انها خدت الحقنه عشان اروح اجيب السرنجه من جنبها وما اسيبهاش معاها في الاوضه، لان دي كلها احتياطات لازم تتعمل ايا كانت حاله الشخص اللي موجود في الغرفه، حتى لو متاكدين 100% انه مش هيأذي نفسه. بس حاجه زي كده ما ينفعش طبعا تفضل في الغرفه، صح ولا ايه؟ صح يا وليد. طيب يلا احنا بقى، يا دوب عشان ما نتاخرش اكتر من كده. شكرا جدا يا دكتور وليد على تعبك معانا. ولا تعب ولا حاجه. تاني يوم ندى راحت المستشفى وكانت رايحه لياسمين على اوضتها. خبطت على الباب كام خبطه، بعدين فتحته بالمفتاح ودخلت، لان اوضه ياسمين الاوضه الوحيده من غرف المرضى اللي مقفوله بمفتاح، عشان مفيش حد من التمريض يفتحها بالغلط حتى، او يدخلها فضول عشان يعرف هي مقفوله ليه او مين اللي جوه، يعني تحسبا لاي حاجه كده ولا كده. ندى لما دخلت كانت معاها شنطه فيها هدوم لياسمين، وكمان معاها اكل ياسمين بتحبه. ياسمين كانت قاعده على السرير ووشها للحيطه وساكته، حتى لما ندى دخلت عليها ما بصت لهاش. ندى جابت كرسي حطته جنب السرير وقعدت عليه وقالت: ازيك يا ياسو؟ ياسمين ما ردتش. انا مش عارفه اقول لك ايه والله، انا اسفه، بس صدقيني مفيش حل تاني نقدر نساعد بيه غير ده، وبكره لما تبقي كويسه هتشكرينا على اللي عملناه ده كله. برضه ياسمين ما بتردش. حقك تزعلي مني وتخاصميني وما ترديش عليا، بس صدقيني انا اسفه، والله انا معرفتش انام امبارح من كتر العياط ومقهوره على اللي انتي فيه ده. ده انا حتى بفكر ابات معاكي النهارده والله، ايه رايك؟ برضه ياسمين ما بتردش. ندى مسكت ايديها وكانت لسه هتكمل كلامها، بس ياسمين سحبت ايديها من ايد ندى. ندى بصت لها وعينيها مليانه دموع وقالت: ارجوكي يا ياسمين ما تفضليش زعلانه مني بقى، انا مش عارفه ارضيكي ازاي والله، وعارفه اني صعب عليكي تسامحيني دلوقتي، انا مش بلومك، بس صدقيني هيجي اليوم وتعرفي اني عملت كل ده عشان مصلحتك. كلنا عاوزين مصلحتك وبس يا ياسمين، مفيش حد فينا هيكسب حاجه لما يأذيكي، مفيش حد له مصلحه انه يأذيكي اصلا. كلنا بنحبك وبنخاف عليكي وعاوزينك تبقي كويسه، عاوزينك ترجعي ياسمين بتاعت زمان وتبقي كويسه عشان يزن. يا ريت تتقبلي الوضع يا ياسمين وتستجيبي للعلاج بسرعه عشان ترجعي لنا وترجعي بيتك وترجعي لجوزك وابنك. كلنا محتاجينك وزعلانين عشانك يا ياسمين، وعمر اكتر واحد زعلان عليكي وكان هيموت ويجي يطلعك من المستشفى النهارده قبل بكره، بس خلاص احنا خدنا خطوه كويسه وجينا لحد هنا، يبقى نكمل بقى. ندى ما يئستش من عدم رد ياسمين عليها، هي دكتوره شاطره وعارفه ان الانسان بيستجيب للي بيسمعه داخليا حتى لو ما عملش رد فعل، وياسمين بتفضل قاعده لوحدها كتير واكيد دماغها هتفضل تفكر في الكلام ده وتراجعه اكتر من مره لحد ما هتكتشف انه صح فعلا، وهتفهم هم عملوا كده ليه وهتسامحهم. في نفس اليوم بالليل ندى كانت بايته مع ياسمين في الغرفه، كانت نايمه على كنبه سرير كده بتتفتح، وهي نايمه قلقت بالليل وفتحت، ولما جت تبص على سرير ياسمين ما لقيتهاش. مدت ايديها للتليفون لقت الساعه 3 الفجر، فقامت وراحت على الباب، حاولت تفتحه بس كان مقفول بالمفتاح زي ما هي كانت قافلاه امبارح قبل ما تنام. قفلته بالمفتاح وعانت المفتاح عشان ياسمين ما تحاولش تخرج. راحت بالراحه على الحمام،
لقت الباب موارب والنور مقفول، فبدأت تفتح الباب بالراحة. لقت ياسمين واقفة في ركن في الحمام ووشها للحيط وبتقول كلام مش مفهوم بصوت واطي شوية. ندى اتخضت من المنظر وفتحت النور، وفجأة ياسمين لفت وشها ليها، بس ما كانش وش ياسمين خالص، كانت عينيها مجوفة وفاضية وشعرها منكوش واسود قاتم، وياسمين أصلا شعرها مش اسود، وكمان وشها كان شاحب جدا. وصرخت صرخة فزعت ندى وخلتها فقدت الوعي. بعد مرور كام ساعة ندى كانت بتفتح عينيها وبتفوق، لقت نفسها نايمة على الكنبة. قامت مفزوعة وهي بتبص على السرير بتاع ياسمين، ما لقيتهاش، ولقت باب الحمام بيتفتح بالراحة. ندى اتخضت وجسمها اتنفض، بس لقت ياسمين خارجة من الحمام عادي جدا، بس كان شعرها مفرود ونازل على كتافها شبه البنت أو المسخ اللي شافته في الحلم، وكانت ماشية بهدوء شديد جدا وما بصتش خالص على ندى ولا حتى بطرف عينيها، وراحت قعدت على سريرها وبالشهر الحيط قدامها كالعادة، قاعدة ساكتة وبس. ندى كانت قاعدة بتتابعها وقلبها هينط بره صدرها من الخوف. ياسمين بدأت تحرك وشها ببطء لحد ما بصت لندى وابتسمت ابتسامة خبيثة. ندى كانت أول مرة تشوف النظرة دي في عيون ياسمين، دي مش ياسمين، دي لا يمكن تكون عينيها ولا نظراتها. ندى جمعت نفسها بالعافية وأخدت تليفونها وفتحت الباب وخرجت وقفلت الباب بالمفتاح كويس جدا، وراحت على وليد في مكتبه وقعدت معاه وحكت له على كل حاجة. لكن للأسف وليد ما فادهاش بحاجة، وليد من النوع اللي ما بيصدقش في الحاجات دي، فخرجت من عنده وهي متضايقة، وهنا ما كانش قدامها غير إنها تحكي لأخوها، هو الوحيد اللي هيفهمها. وبرغم إنه برضه ما كانش بيعتقد في الحاجات دي قوي، إلا إنه شافها بنفسه مع ياسمين ومر بالتجربة بنفسه، عشان كده هو أكتر واحد هيفهمها. رنت عليه مرة واتنين وتلاتة وما كانش بيرد. ندى وهي ماشية في الطرقة وماسكة الفون بترن على عمر، لمحت حد واقف في آخر الطرقة، شافت نفس البنت اللي شافتها في الحمام أو في الحلم اللي حلمته يعني. كانت واقفة لابسة لبس المرضى وشعرها منكوش ومقسوم نصين كده مش نازل على وشها بالظبط، وبرغم إنها كانت واقفة بعيد بس أول ما ندى شافتها صوتت جامد وكلهم اتلموا عليها وكانت هتقع من طولها، بس في دكتورة زميلتها أخدتها على المكتب وجابت لها عصير ليمون عشان تهدى. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات، وده هيكون اخر سؤال نسأله في روايتنا هازارد، لان الفيديو الجاي هيكون الفصول الاخيرة مجمعة ان شاء الله. اكتبولي بقى في الكومنتات تفتكروا ايه اللي بيحصل لندى ده وايه البنت اللي بتظهر لها دي، وهل ندى هتتأذي بسبب وجودها جنب ياسمين، واللي بيحصل لها ده ممكن يكون مس او حاجة تانية. عاوزاكم تكتبولي توقعاتكم في الكومنتات. وبس كده، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية ان شاء الله. وكمان هستنى كومنتاتكم لطيفة كالعادة، ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.